السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان هذه الإفادة خاوتي خفيفة فيما يخص التأكيل اليدوي ولا حتى اللي فما اللي يوكلوا. كاين هذه الخلطة سهلة بزاف، تحكم خاوتي على حساب الكمية اللي باين نتايا سما تخدم بها. مثلا دي زوج وراك تاع شلاضة تغسلهم مليح، تحكم حبة بيض مغلية، وعندك خاوتي الخيار ما ديروش كومبلي. الناس الغلطه اللي يديرها راهي تطحن الخيار كامل الحبه كامله، هي لا خاوتي. المقرين ياكل الجلفه تاع الخيار ولا الهاجين يبازي على الجلفه اكثر من اللي يبازي على اللب. احنا دائما الناس تحسب باللي هو يبازي على الزريعه، هو يبازي على الجلفه. اذا رو ماركيتو ياكل الجلفه بزاف. انت قبض الكراطه القشاره تاع البطاطا هذيك، قشر الخيار الحبه خليها الدار تسحقها تحتاجها، وحكم الجلوف وحكم حبة بيض وتبغي تزيد معاهم التورنوسول كذلك مليحة. انا كيما راني هنايا مانيش داير تورنوسول، راني داير الخيار وشلاضة وحبة بيضة مغلية ونزيد زوج مغارف تاع افانتيا باش ما كيما نقولوا ياكلوها. ما من الافانتيا شغل تعجن كي تحكمها، باسكو لو كان دير الشلاضة برك والبيض والخيار ما يحكمهاش المطرق هكايا، بصح كي دير الافانتيا يحكمها ومليحة كذلك يوكل. هذه خاوتي تنقص عليكم وما مجان يسيب روحه ما شاء الله. وخاصة نستعملها بزاف انا الهاجين، لانه الهاجين صراحة ما شاء الله ياكل خير من المقني، وما من الباك تاعو شغل واسع، الكوجا تاعو واسع على المقني. هاك نوريكم خاوتي كيفاش يبغوا الله يبارك. شو خاوتي كمية واش على يدي. شوف شحال فيها ما شاء الله. هذه تساعدكم بزاف خوتنا وتنقص عليكم المصروف، لانه كاين اللي عنده بزاف ما يقدرش يعتمد غير الافاتي. ومليحه للصحه تاع الطيره، سما تنوع له تكون فيه الحشاوش شلاضه كيما الخيار، بيض مغلي كالسيوم، ترنوصول مليحه الله يبارك زيتيه، والافانتيا تخلط لهم شويه افانتيا تعطي لهم خاوتي. وما ديرهاش جاريه وما ديرهاش ناشفه، ما تكون شويه باش اوموا داك العطش يروح لهم. باسكو كاين اللي دي فوا باك عمليه الفطم يكونوا لي جان مونك ماء وما يبغوش ياكلوا، يا من الاحسن دير لهم بيفات وخليهم. اسما قادر يتعلم يشرب بالروح. شوري بونش الله يبارك كيفاش تعمروا بالخف. طلعت فوق البورطابل ديريكت. اسمح لي شويه دايره شويه جاريه. هذه كانت عملية تأكيل يدوي خوتي، خلطة بسيطة وغير مكلفة، وإن شاء الله ربي يوفقكم مع التلقام ودائما مع لا أسيو الجمعية تاعنا. وكما نقولوا إن شاء الله عم موفق الجميع فيما يخص التلقام. إن شاء الله نكونوا فدناكم خوتنا في هذا الفيديو. السلام عليكم.